ويا أهلًا وسهلًا بالحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير ودايمًا مبسوطين، وحشتوني، 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 بجد أنا مش عارفة أوصف لكم قد إيه أنتم وحشتوني، مش عارفة بقى أنتم نسيتوني والّا ما نسيتونيش، بس يعني اللي أنا عارفاه إن أنتم بجد وحشتوني أوي. جيت لكم بقى بفيديو جديد سريع جدًا وبسيط، وقُلت بس أطمنكم عليَّ. و الأول بس يعني يالّا بقى حطّوا لي لايك للفيديو ده وشجعوني كده بعد الغيبة الطويلة دي. وطبعًا لو فيكم حد أول مرّة بيشوف القناة، باتمنى يشرّفني وينوّرني إن هو ينضم لينا وتبقي أخت من أخواتي، دوسي على الكلمة الحمرا اللي تحت الفيديو، كمان دوسي على رمز الجرس وكلمة الكل، وما تنسيش تكتبي لي كومنت قمر زيِّك وتقولي لي إنِّك مشتركة جديدة معانا في القناة علشان أعرف وأرحّب بيكِ. بُصّوا بقى جيت لكم بفيديو جديد النهارده زي ما قُلت لكم هو فيديو سريع. قُلت أول حاجة كده أعمل معاكم الفطار. كان عندي كيك ده كيك دريم أنا دايمًا باحب أعمله. وعملت كده كوباية شاي بلبن وقُلت أفطر في السريع. وهنا بقى بُصّوا كنت نزّلت الشفاط بتاع المطبخ، جوزي نزّله لي. عايزة أقول لكم الفيديو ده قديم على فكرة، الفيديو ده أنا مصوراه قديم بس ما كنتش عملت الvoice بتاعه، فطبعًا ما كنتش عارفة إن أنا أقول الvoice يعني م اللي هو كانت كُحّة مستمرة وصوتي مش طالع أصلًا، فالحمد لله. هنا ده الشفاط أنا مش بانزّله على طول بصراحة، طبعًا شُفتوا شكله كان مبهدل إزاي. ونزّلت الشباك، بُصّوا الشباك شكله يفرح، يفرح. طيب ليه يا نيمو عملتِ كده؟ هاقول لكم. فاكرين لمّا قُلت لكم إن أنا عايزة أغيّر المطبخ بتاعي وأغيّر اللون بتاعي، وكان حصلت أحداث ساعتها قُلت لكم أنا غيّرته بس ما ليش نِفْس إن أنا أصوّر. المهم من وقتها وأنا كنت فعلًا غيّرت اللون ووحّدت اللون وهاوريه لكم طبعًا. وهاقول لكم فكرة حلوة أوي لكل الناس اللي عايزة تغيّر المطبخ بتاعها يكلّفها تكاليف بسيطة ومن غير بقى الsticker وحاجات اليوتيوبر دي لأ، ولا sticker ولا الكلام ده لإني مش باقتنع بيه بصراحة. فكان فاضل الشباك، يعني كان فاضل الشباك هو اللي كان لونه نبيتي وأنا خلاص تخلّصت من اللون النبيتي أصلًا في المطبخ. فكان الطبيعي إن أنا أغيّر لون الشباك. المهم كل الفترة دي بقى كسل اللي هو الشباك هيتخلع إزاي، هيتغيّر إزاي، لحد لمّا جوزي سأل حد وقال له اخلع الشباك واغسله كويس جدًا، أهم حاجة ما يكونش فيه دهون نهائي، فجِبت سيترس ده وابتديت إن أنا أنضّف بيه الشباك وبالمرّة خدت الشفاط. بُصّوا الشفاط بعد ما اتغسل بقى قمر، قمر. سيترس ده حلو جدًا بس خدوا بالكم هو بيوجع الإيد، أنا بالنسبة لي إيدي ما بتستحملش وبيتعب الصدر بصراحة يعني. المهم بقى ونضّفت الشباك، بس ما حبيتش أصوّره معاكم بقى عشان إيه، ما اشغلكوش. وده منظر الشباك. ده الحلق الخشب اللي إحنا بنبقى مستلمين أصلًا الشقة بيه، وبيركب فوقيه الشباك الألمونتيه. جوزي بقى عمل إيه، عمل فكرة حلوة أوي، جاب كرتونة عادية، وقصّها على مقاس الشباك بالضبط، وابتدى يجيب الدبابيس بتاعة المكتب دي علشان خاطر نقفّلها. ليه؟ لإن إحنا زي ما قُلت لكم أنا عايزة أغيّر لون الشباك. ف غسلته كويس جدًا ونضّفته ما كانش فيه دهون ولا لسلسة. بعتّه يعني جوزي ودّاه لحد اللي هم الناس اللي بتدخّل الألمونيا والحاجات دي فرن ويغيّر لونها. فطبعًا كان لازم يتنضّف كويس أوي، لإن قالوا لو في أي نقطة دهون هتحبّب ويبقى شكلها مش حلو مع تغيير اللون. فطبعًا غيّرت لونه للون طبعًا هتشوفوه ولايق جدًا على المطبخ. و اضطريت إن أنا أحُط الكرتونة لإن الراجل قال لجوزي الوضع يعني هو هياخد الشباك عقبال ما يعمله فيها حوالي يومين أو أكتر. فطبعًا ما كانش ينفع أسيب الشباك كده أصلًا. أي حاجة تدخل بقى فار والّا حشرة والّا حاجة، فقفّلها لي بصراحة حتّة تقفيلة وكانت فكرة حلوة أوي والحمد لله ما فيش أي حاجة دخلت. آمم بعد بقى ما خلّصنا حوار الشباك والكلام ده كلّه، قُلت بقى أعمل كده غدا. يعني هو كان متأخّر شوية بس مش مشكلة. قُلنا نعمل كده أي حاجة سريعة، عملت مكرونة بصلصة كده وكلناها وخلاص والحمد لله. علشان كنت نازلة هتشوفوا دلوقتي أنا نزلت رُحت فين. فتابعوا معايا بقى من اللي وصل لحد هنا وما حطّش اللايك، ما تنسوش بقى تسيبوا لي لايك أمورة زيّكم. المهم بقى وإحنا بنعمل مكرونة كده، عايزة أقول لكم أنا باشكركم كلّكم، كلّكم، ويعني بجد باشكر كل حد سأل عليَّ، كل حد كان خايف عليَّ، يا نيمو أنتِ فين، يا نيمو أنتِ عاملة إيه، طمنيني عليكم. يعني أنتم اللي أنا طلعت بيكم اليوتيوب. وبجد ربنا يخلّيكم ليّا وما يحرمنيش منكم أبدًا، وما يحرمنيش من سؤالكم عليَّ أبدًا. إحساس جميل أوي فعلًا إنكم تلاقوا حد بيسأل عليكم وبيهتم بيكم، وناس
بتحبكم فعلًا، فبجد أنا باشكركم كلكم، وباقول لكم ربنا يخليكم ليّا. أنا الحمد لله بقيت أحسن. كان في إيه، أنا خدت دور، بُصّوا يا جماعة في دور منتشر يعني 90% هو أوميكرون على فكرة. المهم يعني هو الدور الفيروس المنتشر ده. ابني خده من المدرسة كالعادة بقى، وابتدى البيت كله سبحان الله خدوا بالكم حافظوا على نفسكم، لإن الفيروس ده بيدخل البيت من بابه، يعني عارفين كبير وصغير. أنا ابني خده في سرعة جدًا، كان مدّيهوني ومدّيه لأخته وماما كُلّه يعني. آمم طبعًا في البداية إحنا كنا فاكرين عادي يعني شوية كُحّة وبتاع، لأ هو دور صعب جدًا. حسيت بتكسير في جسمي رهيب، عايزة أقول لكم أنا قعدت يعني كذا يوم في السرير، ودي يعني نادرًا لمّا بتحصل معايا. أنا عادةً باتحمّل البرد شوية وباقوم. فتاني حاجة كُحّة مستمرة وما زالت معايا مستمرة، وباشرب حاجات سخنة وخدت أدوية وكورسات علاج، وكنت أنا بقى نايمة والولاد وفي امتحانات أنتم متخيلين وفي دروس، فالدنيا كانت صعبة. ولكن الحمد لله كُلّه بيعدّي، والحمد لله على كل حال، على كل حال وعلى كل حاجة يعني ربنا بيجيبها بتبقى حلوة وجميلة. بُصّوا بقى دخلنا هنا في الوقت ده كنا خلاص أكلنا والدنيا تمام. الولاد قالوا: "يا ماما نروح نقعد في النادي شوية." ف رُحنا قعدنا في النادي شوية وإحنا رايحين طلبنا كده بيتزا وأخدناها وأكلنا في النادي. وبعدها هنخرج نشتري شوية طلبات طبعًا هتشوفوها معايا. عايزة أقول لكم الدور ده كمان دور البرد ما تفهموش بييجي بعده اكتئاب والّا أنا طبيعتي مع دخلة الشتا بييجي لي اكتئاب. بُصّوا أنا يا جماعة للناس اللي مش عارفة نيمو، أنا باحب الصيف، باحب النور، باحب النهار، مش باحب الليل ولا يعني الشتا ولا السكوت عامةً يعني. هاقول لكم على حاجة تضحكوا عليَّ، أنا باحب الدوشة اللي في الشارع، صوت البياعين، أنتم فاهمين دماغي؟ لمّا بالاقي الدنيا هُس، هُس وهدوء وكده مش باحب، باحس إن أنا مكتئبة. فما تفهموش إيه اللي حصل مع دور البرد لمّا شُفت الولاد تعبانين، لمّا اتضغطنا دروس وامتحانات وتعب ونايمة في السرير. عايزة أقول لكم جوزي أخد أجازة كذا يوم عشان يقعد يخدمني، ربنا يخلّيه ليّا يا رب. لأ، يعني حسّيت باكتئاب، اللي هو أنا مش عايزة أفتح الكاميرا، مش عايزة أصوّر، عايزة أقعد كده، أنا عايزة أقعد كده، مش عايزة أعمل حاجة. الحمد لله، الحمد لله يعني ابتديت أرجع واحدة، واحدة. ربنا يدبّر ونشوف الفيديوهات الجاية تكون أحسن، ونشوف الحاجات اللي أنا عملتها في الشقة والترتيبات اللي أنا عملتها في المطبخ وتغيير المطبخ وكل حاجة إن شاء الله بدون مقاطعة، لإن الواحد حقيقي بيرتّب حاجات وفعلًا بييجي بعدها يعني ما تفهموش في إيه بُكرة، بُكرة ده بتاع ربنا. إحنا بنرتّب نقعد نرتّب، نرتّب وفي الآخر اللي عايزه ربنا هو اللي بيكون. حقيقي إحنا ما بنبقاش عارفين بُكرة في إيه، فربنا يجيب كل خير وإن شاء الله اللي جاي أحسن. بُصّوا بقى إحنا هنا كنا رُحنا السوبر ماركت كان في مصر الجديدة. جِبنا شوية طلبات بقى لحاجات البيت والتلاجة والكلام ده كلّه. زي ما باقول لكم التصوير ده كان قديم، أنا مش بس كانت مشكلته معايا في الvoice، ما كنتش قادرة أطلّع صوت إن أنا أحُط لكم الvoice عليه. جِبت بقى أنواع من اللانشون، وأنا باحب إن أنا أمّا أجيب اللانشون لو هو مدوّر كده باقطّعه نُصّين علشان أعرف أحُطّه في الساندوتشات. وطبعًا المقص اللي باقطّع بيه يا جماعة ده خاص بالمطبخ والأكل وكده، وبيتعقّم كل شوية في غسالة الأطباق. جِبت بقى الكاتشب ده كان حلو أوي وسعره رخيص تقريبًا كان بحاجة و30 جنيه غالبًا 33. وجِبت ده برطمان صوص الرانش هو كيلو. أنا باعشق صوص الرانش جدًا، جدًا، فكان حلو أوي. جِبته ب50 جنيه أو 55. وكمان جِبت كاتشب الصغنطوطة دي، أنا جايبة الكاتشب حار وبارد علشان أنا وباباهم بناكل حار، والولاد باحط لهم الكاتشب العادي. وكمان اللي هو ال البطرمان الكبير الأصفر ده مستردة، برضه كان بحاجة و30. وجِبت العرض بتاع الصلصة ده برضه كان حلو أوي. فكانت العروض كويسة جدًا. جِبت كمان جبنة رومي بقى والكلام ده كلّه، يعني الحاجات اللي هي دايمًا بنحتاجها في تلاجتنا والولاد حبّوا corn flakes. جِبت لهم العلبة دي كانت عاملة 33 جنيه. وكمان بسكوتات، يعني بُصّوا بصراحة هو السوبر ماركت كان حلو وكان فيه كل حاجة. آمم وعامل عروض كتير أوي.
بس كده دي كانت الحاجات. قطّعنا بقى اللانشون وابتديت إن أنا أشيل الجبنة الرومي. أنتم عارفين طبعي مش باحب أبدًا إن أنا أسيب أي حاجة في الأطباق الفِل، لإن هي فعلًا مش صحّية. وعايزة أقول لكم على حاجة كمان، الناس اللي بتسيب الجبنة الرومي في الأطباق الفِل، غير إن هي مش صحّية، هي بتنشف، بتحسّوها إن هي نشفت كده لمّا تيجوا تاكلوها وطعمها غيّر، لكن لمّا بتتحط في علب محكمة ومقفولة بيبقى طعمها يعني حلو جدًا. أنا باعتذر جدًا على صوتي، عارفة إن هو ما يتسمعش وعارفة إن هو صعب معلش سامحوني، بس يعني أنا شاربة كذا كوباية حاجات سخنة علشان أقدر إن أنا أعمل الvoice، وكمان يطلع كمان صوتي كده يعني فاهمينّي؟ الحالة بقت صعبة، ما تفهموش يا جماعة دور البرد الجديد ده بيحوّل الصوت لحاجة مختلفة تمامًا، فالحمد لله، الحمد لله. فأهم حاجة حافظوا على نفسكم وحافظوا على الولاد، خصوصًا إن إحنا في يعني وقت دراسة وفي طبعًا اختلاط بين الولاد وكده، فربنا يحافظ علينا وعلى ولادنا كلنا يا رب. بس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. استنوني بقى في الفيديوهات الجاية وفيديوهات التجديد اللي مش راضية تنزل دي. أشوفكم على خير ومع ألف سلامة.